هلو. ازيكم ياه انستجرام اللايف على الانستجرام بقالي كتير. هلو. الناس اللي سهرانه الحمد لله بخير والله. ازيكم انتوا عاملين ايه؟ بصوا بقى ما تحرجونيش والله. مواعيدي صعبه قوي معلش. خلي بالكم يا جماعه انا ماما وعندي طفلين يعني، ودي الويك اند بتاعتنا يعني احنا بنعمل 100 حاجه في اليوم ده، فكويس ان انا بعرف اطلع لايف والله. حاضر هظبط مواعيدي والله. لسه صاحبتي قايله لي كده دلوقتي، بعتلي رساله قالت لي مواعيدك مش مظبوطه. مواعيدك بايظه. ازيكم عاملين ايه؟ انا ما طلعتش لايف على الانستجرام خالص بقالي كتير قوي يعني. انا يمكن طلعت لايف مره واحده بس على الانستجرام من ساعه ما عملت انستجرام، فدي تاني مره لينا نطلع فيها لايف على الانستجرام. فانا كنت مش ناويه اطلع والله على هنا، انا كنت ناويه اطلع على اليوتيوب بس وحشتوني فقلت نطلع على الانستجرام. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا مجمعه شويه اسئله حلوين، احضروا كده عشان نجاوب عليهم. طلع لكم بالوان الربيع اهو، شايفين؟ 12 سنه، لا 12 ونص معلش. لو كنت طلعت من نص ساعه او ساعه كنت هتسمعوا صوت البرق والرعد والمطر الشديد والدنيا مغيمه وحاجه دلوقتي صيف وشمس وكأن لم يكن شيء. والله لو كنت صورتها لكم من شويه ما كنتوش هتصدقوا. شكلها 55 سنه. 55 سنه الا شويه. الاعمار هتفرق معاكم في ايه يا جماعه؟ يعني الاعمار هتفرق معاكم في ايه؟ المفروض الوحيد اللي يفرق معاه عمره هو الشخص، يعني الشخص هو المفروض يبقى الحد الوحيد اللي يفرق معاه سنه، غير كده ما يفرقش مع حد. بصوا اللي عنده سؤال يكتبه. انا في الاخر ان شاء الله يعني بعد ما ارد على الاسئله اللي انا مجمعاها، اسئله من على الانستجرام بتاعكم الاسك اللي فات ما لحقتش ارد عليه الاسك اللي فات، واسئله في الاسك ده كمان، فعشان انا مجمعاهم هرد عليهم. وبعدين ان شاء الله في اخر اللايف لو لسه معانا وقت نرد على الاسئله بتاعتكم، هشوفها واقراها وارد عليها. ولو مفيش وقت لللايف اللي بعده ما احنا ما وراناش حاجه مع بعض اهو. الجو عندكم في انتوا بتتابعوني منين؟ كل واحد كده يقول لي متابعني منين، واللي متابعني من مصر الجو عندكم حر في مصر ولا ناس طبعا الجو حر اليومين دول؟ انا عامله فيديو على اليوتيوب متكلمه فيه عن الولايات to the best of my knowledge، يعني الافضل معرفه عندي عليهم. فبيتكلموا عن الولايه من خلال خبرتي في ولايه نيويورك هنا في السكن فيها، وعن ولايات تانية من اللي بنسمعه عنه واللي بنشوفه هنا في مع ناس يعني مرينا بيهم. ان شاء الله اللي عايز يشوف الفيديو ده يروح يتفرج عليها، يعني قايله فيه شويه معلومات لذيذه عن بعض الولايات، معلومات عامه عن كل ولايه فيهم، عدد العرب فيها، عدد نوع الوظائف الشغل فيها، التامين الصحي اللي ممكن تبقى بتقدمه كل ولايه، يعني حاجات كده معلومات سريعه عنها. فالفيديو يعني ممكن يفرق معاكم شويه، اتفرجوا عليه.
الجو وحش قوي بصراحة وتراب. الجو صعب، ايوه اليومين دول معلش. الجو هنا مش مفهوم والله، يعني الجو هنا امبارح كان جميل جدا وصيف وكده، وبعدين النهارده الصبح رعد وبرق وحاجات، والجو تحسه طافي كده يعني مكتوم، زي عارفين الرطوبة عالية فيه، وبعدين مطر، وبعدين رجع تاني بقى كويس، ودلوقتي الشمس طلعت وبعدين الشمس غطست، فالجو غريب. جو بصراحة على رأي جوزي دايما يقول الجو ده بقى هو اللي بيجيب العيا بقى، هو ده. طيب ماشي. قولولي الميعاد بتاع اللايف كده كويس، ولا نبقى نخليه بدري شوية، ولا نبقى حلو كده كويس في المعقول؟ لا ما عنديش بحر قريب مني والله خالص. ثانك يو. الميعاد كويس، طيب حلو. اللي عنده سؤال يكتبه، وانا هجمع الاسئله هرد عليها عشان اسديها حقها، لان انا لو قعدت دلوقتي احاول اجاوب على كل حاجه هتشتت، وهتلاقوني ال ADHD دي عندي يعني ايه هيضرب، وهتبص تلاقوني في نص السؤال في نص الاجابه بقرا سؤال تاني وحاجات كده، فخلوني بس نخليها الساعه 9 يبقى احسن، يعني حتى مش 9:30، 9. خلاص ماشي، نقربه شويه، نخليه 9:30 يبقى في الوسط. طيب خلوني عشان ما نطولش، احنا بقالنا قد ايه؟ الاسئله حاضر، هيرد على الاسئله يا جماعه، اكتبهم وانا في الاخر ان شاء الله لو في وقت هرد عليها، لو ما فيش وقت هجمعها في اللايف الجاي. خلوني بس ارد على الاسئله اللي انا لو انا ايه شفتوا بدات اتشتت او بدات الاسئله تشتتني. خلوني اقرا معاكم الاسئله اللي انا مجمعاها عشان يبقى يعني ايه عدينا شابتر اسئله كده ونحضر الاسئله الجديده. كان من ضمن الاسئله اللذيذه اللي اتسالتها على الاسك اللي فات، لسه حاسه بخوف ووحده زي الاول، ولا خلاص؟ ولما بتنزلي مصر انت وولادك بتحسوا بغربه وسط اهلكوا ولا عادي؟ السؤال ده انا قعدت افكر فيه شويه كده، اللي هو الحقيقه انا عايزه اجاوب عنه اجابه ما تبقاش تقليديه، يعني ما يبقاش لا خوف ايه او خوف ماشي في خوف، يعني مش عايزه ارد اجابه تقليديه، كنت عايزه ارد اجابه صادقه يعني. ففكرت فيها كده شويه، فلقيت انه الخوف اصله عامل زي الحاجه اللي كل شويه بتتغير، بتاخد شكل معين، كل مرحله عمريه في حياتك تلاقي نفسك بتخاف من حاجه شكل. الخوف بيكبر معاك او بياخد شكل، كل مرحله عمريه في حياتك واخد شكل يعني معين. يعني انا اول ما جيت هنا خوف خوف بقى من ايه؟ خوف من الحياه، هل انا هتأقلم؟ هل هحب العيشه؟ هل هعرف انبسط؟ هل هعرف اللغه ايه النظام، هعرف اتعامل مع الناس والناس هتفهمني ولا لا؟ هشتغل هلاقي شغل؟ هل هعرف يعني هعرف اعيش؟ الخوف من المجهول، عارفين الخوف من ان الحياه يعني مش يعني انت ما انتش عارف ايه الحياه شكلها ايه، فخوف كده من الانون، يعني من المجهول. دلوقتي الخوف اتغير، يعني مرحله الخوف دي وفتره الخوف دي اتغيرت، بقت ايه بقى؟ بقت انت خلاص في حاجات اطمنتي فيها، وفي حاجات مبقتش تخافي منها، وفي حاجات خلاص استقريتي فيها وعرفتيها. بس بعد شويه الخوف خايفه بقى على الولاد، خايفه من الولاد، خايفه عليهم من البيئه مثلا، اختلاف البيئه، المجتمع، خايفه من المسؤوليه، خايفه ان ابني لما بيتعب في يوم لوحده
او تعبان في يوم، ولا يسخن، ولا اسهر بيه بالليل، احس ان انا قلبي بيتقبض كده، اللي هو انا لوحدي ومفيش حد جنبي ومش عارفه اتصل بالحق يعني حد يجيلي حد. فتحس ان الخوف من المسؤوليه، الخوف من الولاد، يعني الخوف بيتغير مع الوقت. بس هو للاسف كل مرحله في حياتنا في حاجات بتفضلي خايفه منها، ما بيروحش تماما. يعني بتخافي دلوقتي مثلا على اهلك اللي ما انتش شايفاهم وما هماش قريبين منك وما هماش جنبك، انك تحت اي ندهه تبقي قدامهم، تحت اي لحظه تبقي معاهم. فتحسي ان برضو لا، في حاجات في مخاوف بدات تظهر عندك ما كانتش موجوده قبل كده. فاهمين ازاي قصدي؟ دي حاجه مثلا في موضوع الخوف. موضوع الوحده بقى، الوحده احساس زي اي حاجه في الدنيا بتتعودي عليها. يعني احساس الوحده ده بقى بتتعودي غصب عنك، يعني رغم انه احساس مش لذيذ بس بتتعودي عليه. يعني خلاص بتبقي عارفه اني شفتي. يعني هو حقيقي فعلا الناس اللي بعيده عن اهلها والناس اللي متغربه عن اهلها بتحس الموضوع ده، تحس انه في مخاوف جديده بتظهر، يعني حاجات جديده بدات تظهر عليك. بالنسبه للوحده لا، يعني الوحده انا اتعودت عليها، في حاجات خلاص بدات اخرج نفسي من احساس اني لوحدي. بس هي الوحده كده في حاجات بتعمل لها تريجرنج، يعني تفعلها او تنشطها عندك. يعني مثلا تبقي انت خلاص حاسه انك تمام وانا كويسه ومفيش اي حاجه وتمام، يعني انا مش حاسه بوحده ولا، او يعني النهارده يوم كويس، النهارده جود داي، يعني انا مش حاسه ان انا لوحدي ولا حاجه، وكنت مشغوله طول اليوم وبعمل حاجات ومبسوطه وبروح وباجي وخلاص. تيجي لحظه بقى كده معينه، تخليكي تبقي مثلا بتطبخي اكله معينه، تعملي حاجه، قاعده تاكلي اكله معينه، بتخرجي خروج ترجع لك ذكرى معينه، تقوم مرجع لك احساس كده معين لما كنتوا بتبقوا قاعدين ملمومين مع بعض مش عارف ايه، فجاه عم يعمل لك تريجرنج للاحساس ده، فتلاقي نفسك حسيتي احساس الوحده ده فجاه كده. فهو الاحساس بنتعود عليه، بس هو عامل زي ايه كده، يعني كل فين وفين كده يقوم طبب عليكي كده فجأة بدون اي انذار، زي الضيف الغلس وتلاقي نفسك حاسه يعني احساس الوحده ده شويه. بس من ناحيه التعود بتتعودي عليه مع الوقت، ما بيفضلش معاكي على طول يعني. ده بالنسبه لاحساس التعود. يعني لما بنزل مصر بقى، انتي وولادك بتحسوا بغربه وسط اهلكم ولا عادي؟ في اللحظات اللي بنبقى قاعدين ومتجمعين والاهل القريبين قوي وقاعدين وبتاع، لا بحس ان انا رجعت مكاني، انا في مكاني، انا في وسط اهلي، انا اكتملت من تاني. اول في لحظات تانية بقى كده تحسي انك ضيفة، تحسي مثلا انك الناس اتغيرت، الاماكن اتغيرت، تيجي تخرجي تحسي العادات والتقاليد اللي انتي كنت تبقي شايفاها عادي زمان، دلوقتي مع انك اتغربتي وعشتي في حياه تانية ولا عشتي في وسط ناس تانية، تبصي تروحي تلاقي الناس مش نفس الناس، وتروحي تلاقي الناس مش نفس العادات، يعني تحسي انك غريبه مستغربه نفسك في وسط المكان كده. فبرضو بس طبعا زياره مصر والاهل في مصر ما يعني من الحاجات اللي بتحسسك كده انك مش لوحدك ولا لسه يعني ايه، انا ليا اهلي وليا ناس وليا جذور وليا فاهمين. فالموضوع طبعا ما فيش غنى عنها يعني. في واحده بتقولي، بعتتلي سؤال بنوته، بتقولي انا عاوز اجي بس خايفه من حوار الاباحيه، سني 20 سنه وهاجي منحه جامعيه في جامعه، يعني هي جايه في منحه دراسة وخايفة من موضوع الإباحية. فأنا السؤال يعني خضني كده شوية، وبعدين قلت لا هجاوب عنه. أولا انت سنك 20 سنة، يعني المفروض ان انت بنت خلاص انت فاهمة كويس قوي. وعليكم السلام، اتفضلوا انت بنت عندك 20 سنه وجايه امريكا، خلاص انت عرفتي كويس، انت فاهمه كويس، انت فاهمه الدنيا وفاهمه الحياه وفاهمه العادات والتقاليد، يعني ما ينضحكش عليكي. وجايه منحه، يعني انت بنوته شاطره مجتهده بتذاكر، جايه الهدف في حياتها
جايه اذاكر، جايه احقق حلمي، جايه اتحطيت في مكان مش اي حد يعني مش سهل اي حد يجي. فانتي المفروض واحده جايه الهدف. انا طبعا متفهمه خوف الناس في موضوع المجتمع المنفتح، وموضوع ان الحياه هنا منفتحه وان الناس ماشيه. بس يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه، انه الحياه مش زي الافلام، يعني مش زي الافلام اللي احنا بنشوفها. يعني ماشي هنفترض انها زي الافلام، وان هنا كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، وكل الناس ماشيه كده في الشارع تعمل اللي هي عايزاه، خلاص ماشي هنفترض ان هو كده. انما انتي هل ده معناه ان انتي مضطره لده؟ ده معناه ان انتي مضطره تبقي جزء من ده؟ هل انتي مضطره تبقي، هل انتي مغصوبه على الحياه اللي بالنوع دي؟ هل انتي مغصوبه على يعني على انك تشوفي ده، مغصوبه انك تبقي جزء منه؟ لا. هل انتي مغصوبه انك تسكني في سكن مثلا مشترك؟ هل انتي مضطره تبقي هل انتي مفروض عليكي علاقات معينه؟ هل انتي مفروض عليكي تقلعي الحجاب لو انتي محجبه؟ هل مفروض عليكي حاجه من الحاجات دي؟ اكيد لا، مش مفروض عليكي خالص. الناس مش عارفاه ان امريكا فيها الصح وفيها الغلط. يعني امريكا فيها غلط معاكم، فيها غلط كتير، ومجتمع منفتح، وكل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، انا معاكم في ده. بس هل انتي مفروض عليكي ده؟ يعني انتي مفروض عليكي تمشي في الطريق الغلط؟ لا، كل واحد حر. زي ما في اللي ماشي غلط انا اقدر امشي صح. فانت لما تقولي لي انا خايفه من الاباحيه، يعني ايه؟ يعني انت مش واثقه في نفسك، مش واثقه في اخلاقك، مش واثقه في سلوكياتك؟ لا، المفروض تبقي واثقه في نفسك كويس جدا. المفروض انت عارفه انه لو الحاجه دي موجوده انا ماليش علاقه، انا مش جزء منها. فانت المفروض نصيحتي ليكي اول ما تيجي البلد ابدأي اختاري صح من الاول. دي نصيحتي ليكي بقى اهو، تختاري صح من الاول. سكنك يبقى مع بنات قريبين منك في الفكر، وقريبين منك في الخلفيه، في الباك جراوند يعني، وفي الثقافه وفي الوعي الاجتماعي قريبين منك. مش لازم نفس الديانه، بس على الاقل نفس التفكير ونفس الوعي الاجتماعي ونفس السلوكيات. ده رقم واحد. رقم 2، ما تسيبيش نفسك للوحده والعزله تماما. يعني خلي بالك الام اللي احنا محبوسين فيه، والحبس قوي والانغلاق والعزله دي، اوقات بحس ان هي طريق الناس تخشلك منه في التاثير السلبي. يعني انت دايما حاطي نفسك بمجموعه اصدقاء كويسين، دايما على تواصل مع اهلك وكلميهم وتواصلي معاهم، وانا بعمل ده وبعمل ده وبعمل ده. ما تحسيش ركزي في دراستك، وركزي في مذاكرتك، وركزي في اللي انت جايه علشانه. اسكني في الاول مع بنات كويسه اخلاقهم، يعني تبقى على الاقل كويسه. لو تقدري تختاري الجامعه اللي هتسكني فيها، اختاري في جامعه تبقى معروف ان هي حواليها مثلا في ولايه يعني عليها كنترول شويه. فانتي الغلط موجود في امريكا، وايوه الدنيا منفتحه، بس انتي بنت كبيره والمفروض فاهمه وعارفه تختاري ازاي صح، وان محدش يفرض عليكي حاجه غلط. فانا حبيت اجاوب على السؤال ده علشان خاطر الناس تبقى عارفه. Hey Anne. My friend Anne just joined me. See, the rain has had a support. اوكي، السؤال التاني او السؤال التالت اللي عليه دور، حد بيقول لي ورينا الفيو بره. حاضر يا جماعه، هوريكم الفيو بره. حاضر في اخر الفيديو، في اخر اللايف هاخد الموبايل وهطلع اوريكم الفيو بره. حاضر، بس مش هقوم دلوقتي عشان لو يعني ايه التشتت ده يا جماعه؟ ايه يا جماعه ده؟ بالراحه شويه، في اخر الفيديو هطلع اوريكم الفيو. حاضر. مش عارفه ايه طلب الجماهير، الفيو. انا بتكلم عربي وهي جدع، في ايه؟ طيب ماشي، اللي بعده. حد بيقول سؤال سريع عن اللوتري بالنسبه لنتيجه اللوتري. لو دخلت شفتها اول يوم نتيجه زي اول يوم، هدخل تاني واشوفها، ولا ممكن تتقبل في يوم تاني؟ يعني اللي شاف نتيجه في اول يوم وطلع مثلا مش اكسبتد، هل النتيجه بتتغير تاني يوم؟ فهو للاسف لا طبعا. النتيجه هي نتيجه واحده ما بتتغيرش. if you has not been selected يبقى you have not been selected. فما هياش ما فيش حاجه بتتغير للاسف، يعني خلاص هو دي فاينل.
آه، في سؤال كده خلوه للاخر، سؤال خفيف لطيف. واحده بتقولي انا جايه امريكا بعد العيد انا وبنتي 2 ما شاء الله، لم شمل، وانا من شبين برضو. والله المنايفه دول الناس مسيطره. انا ما شفتش حد دخل قال لي احنا في امريكا ومن من حته غير المنوفيه. فالمنايفه ناس مسيطره، وانا عماله اقول لكم بالدليل اهو احنا مسيطرين جدا. نص امريكا منايفه، اللي مش عاجبه بقى هو حر. بتقولي انا من شبين برضو، تمام، بس ده احنا جيران يعني. نصايحك ايه وابدا منين عشان عاوزه ما احسش بالغربه واتعلم اللغه بسرعه؟ طيب مش عايزه احس بالغربه دي صعبه شويه، لانه هو احساس طبيعي. يعني انت غيرتي مكان، غيرتي حياه، نقلتي حياتك كامله من هنا، رحتي سافرتي امريكا وعشتي في امريكا، مجتمع متغير خالص عن الحياه اللي احنا عايشين فيها. طبيعي جدا ان انت تحسي بالغربه، يعني طبيعي انك تحسي بالغربه، فهو احساس طبيعي وما تتضايقيش من نفسك لما تحسيه. نصيحتي ليكي بس خليكي بالراحه على نفسك، يعني خليكي حليمه، يعني ما تقسيش على نفسك وتقولي ايه انا ليه انا المفروض احس ان انا متاقلمه من اول يوم، المفروض ان انا لا، عشان ده مش حقيقي. الغربه طبيعي ان احنا نحس فيها ان احنا مش متظبطين نفسيا، طبيعي نحس ان احنا مش احسن حاجه، بتحسي بالذنب انك مش مبسوطه. يعني كمان من الحاجات اللي حسيت بيها اول ما جيت ان الناس كلها نفسها تيجي امريكا، والناس كلها نفسها تعيش، وازاي انا مش مبسوطه، وازاي انا اول ما جيت مش سعيده كده ومش حاسه بالسعاده. لكن والله العظيم يا جماعه ما تحس، يعني ما تضغطيش على نفسك. طبيعي ان احنا كلنا نبقى حاسين في الاول ان احنا اتخذنا كده واتخطفنا وسايبين حياتنا كلها ورا. فخليكي بالراحه على نفسك وخليكي حليمه، وادي نفسك وقت تتاقلمي، ما تستربعيش على يعني انك تبقي لا انا عايزه اتعود واعمل كل حاجه من اول اسبوع. لا، مع الوقت كل حاجه بيتغير. بس انا هقولك حبه نصايح خفيفه كده. انه مثلا بنبقى عايزين كل حاجه تيجي بسرعه، فعلا بنبقى عايزين يعني يلا اتاقلم، يلا اتعود، يلا اظبط اللغه، يلا اشتغل، يلا ولادي يبقوا كويسين، ومستربعين ونضرب نفسنا، يعني نبقى بنقعد نجلد في نفسنا ان احنا مش مبسوطين، ونجلد في نفسنا ان احنا ما حققناش النجاح من اول اسبوع. طيب ما هنعمل ده ازاي؟ لا، عايزين نبقى بالراحه بس على نفسنا كده، وناخد اليوم بيومه. ولو اليوم انا ما انجزتش فيه حاجه، معلش في بكره ابقى بالراحه بس كده، وابقى عارفه انه طبيعي ان انا ما ببقاش مبسوطه 100% في الاول. نصيحتي ليكي تعملي روتين لنفسك يومي خفيف كده. اطلعي تتمشي، لو هتطلعي تتمشي. انا كان بالنسبه لي الروتين بتاعي اوصل ولادي المدرسه، كانت المدرسه جنب البيت، بتتمشاها يعني. كنت بصحى الصبح اوديهم، واخر اليوم اروح اجيبهم. كان هو ده خروجتي في اليوم يعني. فاعتبريها روتين. اطلعي تتمشي حوالين البيت عندك، او حوالين الشقه، او حوالين المكان اللي انت ساكنه فيه. مثلا ابدأي جهزي في شقتك واحده واحده. كل ما يبقى مثلا زوجك اجازه لسه في الاول، ببقى عارفه انه لسه في الاول بتبقى الناس ما بتتحركيش لوحدك، مستنيه يوم اجازته والكلام ده. تمام، استنيه يوم اجازته وروحي مجهزه شقتك، وكل مره اشتري لك حاجه وحطيها في شقتك. يعني حسسي نفسك انك بتبني حياه وبتبني يعني اسره. يعني ده بالنسبه لموضوع التأقلم واحساس الغربه. بالنسبه بقى لموضوع اللغه، انا عايزه اقول لك اسمعي انجليزي طول الوقت. يعني ودانك خليها طول الوقت بتسمع انجليزي. معرفش ازاي، يعني شغلي بودكاست جنبك بالانجليزي، شغلي كرتون على التلفزيون بالانجليزي، اسمعي طول الوقت انجليزي، علشان انت حتى لو مش مركزه وبتسمعيه هتلقطي. يعني حتى تلقطي طريقتهم في الكلام، ليهم طريقه في الكلام كده. يعني بدل ما بنقعد احنا نتكلم الانجليزي بتاعنا بطريقتنا، سمعانك ليهم كتير في الاول هيخليكي تعرفي تلقطي منهم طريقتهم حتى في الكلام. ده نصيحتي لاي حد عايز يتكلم انجليزي. انا ما عملتش اي اختراعات في الانجليزي، انا لا اخدت كورسات ولا اخدت تريننج ولا يعني. ده برضو سؤال من الاسئله اللي عماله تتسال لي.
طورتي اللغه ازاي، حسنتي اللغه ازاي، اشتغلتي على الاكسنت ازاي، طورتي اللغه ازاي، هل اخدتي كورسات قبل ما تسافري ولا اخدتي كورسات انجليزي بعد ما سافرتي امريكا، يعني عملتي ايه. انا للاسف قصتي ابسط من كده بكتير، يعني انا مش عايزه اقول ان الانجليزي كان فهلوه بالنسبه لي عشان الناس ما تزعلش مني، بس هو انا كنت شاطره في الانجليزي كماده، عارفين السبجكت الانجليزي، الماده الانجليش قراءه وكتابه انا كويسه فيها 100%، 100% انا كويسه في الانجليزي. في مصر خلاص جالي السفر ومسافره امريكا، ايه بقى اللي حصل؟ هل عملت حاجه ولا عملت اي حاجه ولا خدت كورسات ولا تريننج ولا حاجه، بس جيت البلد اللي اختلف، اللي حصل عندي او اللي ظبط معايا، كنت لسه هقول اللي ظبط معايا الانجليزي تعاملي مع الامريكان من اول اسبوع. انا من اول اسبوع ليا في امريكا انا بتعامل مع امريكان، انا بتعامل مع امريكان على المستوى الشخصي يا جماعه، يعني مش بس بتعامل معاهم في السوبر ماركت هاي هاو ماتش وامشي، لا انا بتعامل معاهم على المستوى الشخصي، ناس دخلت حياتي، يعني انا ناس بتزورني في بيتي وانا بروح ازورهم في بيتهم واقعد معاهم ويسالوني ويكلموني ويسالوني عن حياتي الشخصيه، وهم على فكره فضوليين شويه، واقعد احكي قصه حياتي بالانجليزي، فيا ترى هم فاهميني، فلاقيهم فاهميني وبيردوا عليا فتشجع فاتكلم، لا ما انا بتكلم هوب ده فاهميني، يعني الدنيا مشيت كده، يعني انا ماشي مع ان انا اول مره اتكلم انجليزي خايفه، يعني انا اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، يعني انا عارفه ان هو ككلمات صح بس انا بقوله صح، الناس فاهماني وبترد عليا. طبعا نص الانجليزي في الاول كان الاكسنت مش مظبوط خالص، مع تعاملي معاهم بتتعلمي اللغه من المصدر، هو ده انت بتتعلمي مع ناس امريكان حقيقيين قدامك يعني. وانا على فكره مستمعه جيده جدا، يعني انا بسمع حلو قوي، يعني انا لو حد بيتكلم قدامي ابقى مركزه قوي في اللي بيتقال، وبالذات في الانجليزي، هو الانجليزي شددني فانا عايزه اتعلمه فبسمع، فطول ما انا سامعاهم خلاص بعرف طريقتهم في الكلام، ثانك يو، هاو ار يو، طريقتهم حتى في اسلوب وسلاسه الانجليزي على لسانهم شكله ايه، هو ده ظبط الانجليزي بالنسبه لي. ان انا من اول، انا بقالي 5 سنين تقريبا، 5 سنين في امريكا، من اول اسبوع انا بتكلم معاهم، فانتوا عايزين الانجليزي ازاي يعني ما يتحسنش مع الوقت. انا بتعامل معاهم بقول لكم على المستوى الشخصي، يعني بنقعد بالساعتين 3 نحكي. بعدين اتعاملت مع مدرسين ولاد في المدرسه، اتعاملت في حسابات، يعني راح افتح حساب في البنك، راح اقدم على وظيفه، عملت انترفيو، عملت كل الكلام ده. تالي رابع حاجه بقى شغل بقى، انا دلوقتي حاليا بتكلم معاهم في شغل، يعني بتكلم مع يعني انا في شغل يعني طول الوقت بنتكلم الانجليزي، مش كمان في المستوى الشخصي، يعني بنتكلم انجليزي في شغل، ايميلات رايحه وايميلات جايه وكلام وتليفونات، ده كله بيزود اللغه. عايزين تشغلوا تحسنوا اللغه عندكم وتظبطوها، عايزين نتكلم انجليزي يا نشوى كويس، ابداوا اتكلموا انجليزي يا جماعه، ابداوا اتكلموا انجليزي، ابوس ايديكم، عايزين تحسنوا اللغه ابداوا اتكلموها. في برامج حلوه اسمها إلسا سبيك، ده برنامج حلو بيشتغل على النطق، نزلوه مثلا إلسا سبيك واسمعوا واشتغلوا الانجليزي طول الوقت. الانجليزي حلو انك تقعد تحفظ كلمات، وحلو انك تقعد تحفظ السبيلنج بتاعها، وحلو جميل، زود ده عندك لو عندك وقت. عايزه اتكلم انجليزي، عايزه اشتغل على الاكسنت، انا كويس في الانجليزي. في ناس بعتت لي على الفيديو بتاعي في الاخر قالت لي ما انا فاهمه، ما هو الخوف ده اللي هيخليكي مكانك. حلو، ما هي انا بتكلم انجليزي بس الاكسنت المشكله. كل الكلام كتير جدا بعت لي الكومنت ده على الفيديو وفي رسائل وكده، فاحنا فهمنا كل اللي انت قلتيه ده، بس احنا مش عارفين نقوله بقى، نقوله ازاي؟ اللسان عامل زي العضله كده، محتاج يفك عشان تشغله عشان يفك. فانت قول وهتلاقي نفسك بتقول بهبل كده في الاول، مفيش مشكله، عيدها تاني. طب انا عايزه اعبر عن نفسي، طب انا عايزه اتكلم، وخليكم كمان في الحياه اليوميه العاديه خالص. انت لو هتيجي تعمل وظيفه، انا طول حياتي بتفرج على افلام انجليش، طول حياتي افلام انجليش، فانا النطق بالانجليزي برضو كنت بسمعه كتير قوي ومتعوده عليه. انت لما تيجي تعمل انترفيو في شغل، انترفيو، انا عملت انترفيو 45 دقيقه 45 دقيقة قاعدين بيسألوني أسئلة عن نفسي، تاريخ حياتي كله، اشتغلت في ايه قبل كده، عملت ايه. دي كانت في تاني وظيفة اشتغلها.
تاني وظيفه. اول وظيفه مع كانت ربنا مسهلها لي، عملوا لي انترفيو كده في التليفون. تاني وظيفه اشتغلتها دي بقى اللي كانت تبع الشغل الحكومي اللي انا شغالاه، وده اللي اتفرمت فيه اسئله 45 دقيقه انا قاعده بيتحقق معايا هل انا اتكلت على اني مثلا شاطره انا شاطره في الانجليزي وربنا ان شاء الله هيفرجها. قعدت حضرت، يعني انا بشتغل على الاكسنت، عايزه اشتغل على الاكسنت، وعايزه اشتغل على اللي انا عايزه اقوله، انا اصلا عايزه اقول لهم ايه، وبعدين عايزه اشتغل على الاكسنت في اللي انا بقوله. يعني انا مش عايزه اتوتر، وانا لما بتوتر الانجليزي كمان بيتعرقل شويه، يعني تحس ان هو ايه، بيبقى بعافيه شويه. فممارسه اتكلموا انجليزي كتير كتير كتير، هو اللي هيظبط لكم الاكسنت. روح قدم على كورس يكون هو اول حاجه بيعملها انه شغال في النطق، مش يقعد يقول لك اكتب لي مقالات واكتب لي ما اعرفش ايه، لا خليه يتكلم معاك كتير. ونزل البرنامج اللي بقول لكم عليه إلسا سبيك، ده ناس كتير جدا بتشكر فيه. وخلي بالكم في ناس كتير جدا دلوقتي على الانستجرام اكونتات بتاعتهم خاصه بس شغالين على النطق، وناس حلوه جدا، يعني ناس حتى في مصر، ناس مدرسين وناس شغاله في الاكسنت. تابعوا الناس دي، بتبقى فيديوهات قصيره كده ليهم، يقول لك ازاي تتكلم، ازاي تقول تعبر عن كذا، ازاي بتتقال كذا، الفرق بين كذا وكذا. خلي بالكم الحاجات دي ما كانتش موجوده قبل كده، دلوقتي الحاجات دي بقت منتشره جدا. فتابع الناس المفيده دي واشتغل يعني في انك تردد وراهم، ردد كتير قوي، ده اللي هيظبط اللغه. ويا لولو ما تخافيش من انك تغلطي، وما تخافيش انك تحتكي بالامريكان وتتكلمي معاهم. اتكلمي واسمعي، وهم على فكره مش قلالات الذوق، يعني مش هيجي يقول لك ايه ده انا مش فاهم منك حاجه، مش هيعملوا كده. انا بشوف ناس ما بتتكلمش انجليزي كويس خالص ويقوم يقول له I'm sorry can you repeat again I'm sorry I'm not getting this can you please explain that. طريقتهم لذيذه، ما هماش ناس هتصدك وتحرجك. اتكلمي بس وتعاملي معاهم واحده واحده لحد ما توصلي لحته ان انا لا انا ممكن اقدم على شغل بقى، ده الناس فهماني هي وبتتكلم معايا، لا انا هبدا اقدم على انترفيو بقى، لا ده انا هبدا ادور على شغل بقى، لا ده انا هعمل كذا. فاهمين ازاي؟ هي هتيجي كده. السواقه في امريكا، بقالي 5 سنين بحاول اسوق وخايفه، مش حاسه بالامان في البلد وعشان كده بخاف اسوق. مش عارفه يعني ايه مش حاسه بالامان، يعني قصدك في موضوع السواقه يعني انت اصلا ولا مش حاسه بالامان في المطلق؟ بس دي تبقى مشكله لو مش حاسه بالامان في المطلق في البلد، فانا مش عارفه ليه انت قاعده في انهي ولايه ولا بتعملوا ايه. بس لو هنتكلم عن السواقه بقى، انا عايزه تعالى احكي لكم قصه السواقه بتاعتي. انا لما جيت امتحن الرخصه بتاعتي انا ما نجحتش فيها من اول مره، اكيد بخيبه يعني، انا مش هكذب عليكم. انا امتحنت النظري نجحت فيه من اول مره، عشان انا شاطره في موضوع النظري والمذاكره والكلام ده، انا دحيحه يعني، فبذاكر عادي واخش امتحن تمام. لكن العملي انا اتسرعت في موضوع العملي، رحت امتحنت من غير ما اكون اصلا سقت، يعني من غير ما اسوق هنا. انا كنت بسوق في مصر عادي ماشي، بس من غير ما اسوق هنا. الدروب اللي وقعت فيه بقى ماشي، ميكانيزم العربيه انا بعرف اسوق، بس الطرق، الاشارات، طلع ان نظام انك تقرا الطريق دي قصه تانية خالص خالص. طلع ان الطريق هنا لازم يتذاكر، لازم في حاجه اسمها ستوب ساين هقف عندها، لازم في حاجه اسمها اشاره مدرسه ههدي السرعه فيها، لازم في حاجه اسمها الطريق ده هيحود يمين يبقى انا امسك يمين، الطريق ده رايح شمال يبقى انا همسك شمال. طلع ان الطريق منظم ومش زي مصر خالص. يعني مش زي كده الايه، في مصر احنا واخدين راحتنا، يعني بنتحرك براحتنا، اللي عايز يحود يمين ممكن يدي اشاره شمال، يعني كل واحد براحته. اكتشفت ان الموضوع مش كده، اكتشفت ان انا لازم افهم الطريق. فانا دخلت الامتحان اول مره كنت متوتره بطريقه، اللي بتمتحني قاعده جنبي وبتقول لي اركني بين عربيتين. انا اصلا راكبه العربيه عامله كده، وبمتحن على عربيه جوزي اللي هي مش يعني عربيه اصلا انا بخاف اصلا منها، هي عربيه عادي سيدان عادي، بس انا شايفاها كبيره، انا مش فاهمه ابعادها، ما سوقتش بيها قبل كده، انا اصلا ما كنتش عارفه انا رايحه ليه اساسا، بس كنت رايحه اشوف كده الدنيا ايه. وهم هنا في نيويورك، في الولايه اللي انا ساكنه فيها، في ولايه نيويورك وبالتحديد في مدينه ألباني، بيمتحنونا عملي في مكان في قلب الشارع، يعني ما فيش حاجه اسمها
منطقه للامتحان، منطقه للسواقه، لا هي بتاخدني بالعربيه، بنتقابل في مكان وتركب معايا العربيه بتاعتي او العربيه اللي همتحن عليها، وتقول لي اتفضلي يلا اطلعي بينا بقى على اتحركي، وبيبقى في ستارتنج بوينت بنبدا عندها ونمشي. ستوب ساين، تقفي عند الستوب ساين، تقولك تيرن رايت، فالتيرن رايت وتفضلي ماشيه، فتخلي بالك هتقولك هندخل الشمال اللي جاي، وبتمشيني في منطقه مدرسه عشان تشوفني ههدي السرعه ولا لا، ومنطقه زحمه، وانا كنت بقول لكم راكبه كده. فهي قالت لي طب نركن بقى بين عربيتين، طبعا الدنيا بايظه خالص، وكنت وبقيتش عارفه انا هركن فين وهعمل ايه يعني فعلى طول من اول مره ما نجحتش فيها. تاني مره بقى كنت خلاص، كنت سقت شويه في الشوارع مع جوزي كده، هو قاعد جنبي، فهمت يعني مش عارف ايه، لا ما تخافيش، لا ده هو هنا كده بتعملي كده، بتقفي هنا، ورحت امتحنت تاني والحمد لله نجحت. فطول ما انت خايفه تتعلمي، يعني طول ما انت خايفه تتخذي الخطوه دي، مش عارفه هقولك تتخطي الخوف ده ازاي، غير ان انت تاخدي اكشلي تسوقي، حد يبقى جنبك، وبيبقى في حاجه اسمها learner permit او اللي هي رخصه اللي بيتعلموا لسه، بيبقى لازم حد قاعد معاهم وتسوقي شويه، هو دي الحاجه الوحيده اللي هتخليكي ما تخافيش وتاخدي بقى الامتحان وتنجحي. برضو ازاي بقيتي تتكلمي انجليزي عشان انا جاي قريب. حسنتي الانجليزي ازاي؟ طبعا انا جاوبت على الموضوع ده بقى. ازاي طورتي نفسك في اللغه قبل ما تسافري؟ لا انا زي ما قلت لكم انا ما عملتش حاجه قبل ما اسافر. جوزي رافض الهجره ووضعنا هنا مش حلو وعايزه بيئه كويسه للاطفال، اقنعه ازاي؟ يعني لو انت ما عرفتيش تقنعي انا هقنعه، يعني انت ما عرفتيش تقنعي جوزك تهاجروا انا هقنعه ازاي؟ ما اعرفش يعني في ناس بترفض الهجره وفي ناس بترفض البعد تماما عن الاهل وتغير، بتبقى خطوه جريئه، وناس يعني في ناس الموضوع صعب عليهم يعني، ف لازم توصلوا لحل وسط، يعني لازم تشوفوا ايه الانسب لاولادكم قبل ما يكون الانسب ليكم، ولو في فرصه يعني لو في فرصه جربوا، مش هتخسروا حاجه، يعني ممكن عادي نسافر وما نرتاحش فنرجع، ما فيهاش مشكله، بس لو رافض الفكره تماما اصلا ومفيش حاجه قدامكم، يعني انتوا لسه يعني الفيزا مش على الباسبور يعني، فدي كلها لسه مواضيع نقاشات بقى، ونتكلم ونقنع بعض بقى لحد ما ربنا يسهل. انتي بتشتغلي ايه؟ طيب انا بشتغل accounts payable specialist في هيئه حكومي هنا في امريكا اسمها dormitory authority of the state of New York، اختصار ليها دازني. دي بالعربي اسمها هيئه الاسكان الجامعيه لولايه نيويورك. الهيئه دي من الهيئات القويه جدا في الولايه هنا، متخصصه في ايه؟ في تمويل وتخطيط وتمويل وتنفيذ البنيه التحتيه بتاع حاجات مؤسسات غير ربحيه زي الجامعات والمستشفيات والمراكز الطبيه والحاجات اللي زي دي. فاحنا بنمول وبنبني وبنخطط وبنبني مشاريع زي كده، مساكن الطلبه، الجامعات. ولو دخلتوا على الويب سايت بتاعها دازني هتعرفوا معلومات اكتر عنها. طبعا مش كل حاجه بقدر اتكلم عنها في الشغل لانه عشان بس ما يبقاش فيه مشكله، بس دي المعلومات العامه عنها. هي هيئه حكومي هنا في امريكا، من احسن الاماكن اللي ممكن حد يشتغل فيها، مكان محترم. وطبعا الفوائد بتاعه الشغل الحكومي في امريكا هنا بنفتس كويسه جدا، يعني تامين صحي شامل ليا ولزوجي ولولادي، في معاشات وفي تامين صحي، انا قلت التامين الصحي، في معاشات، في خدمه نهايه خدمه اللي هي شغل حكومي، يعني فاهمين بكل البنفتس بتاعته. زياده طبعا سنويه بتثبت في الشغل، لما مجرد ما تثبت في الشغل خلاص بتبقى صعب انك تخرج، يعني صعب حد يقول لك يلا مع السلامه يعني. مشتركه في نقابه العمال، العاملين، نقابه العاملين. ففي حاجات كويسه في الشغل. طبعا هو مش في صميم دراستي، مش في صميم الاي تي، مش في صميم البروجرامينج، ولكن
انا مبسوطه فيه جدا، يعني مبسوطه بيه لانه اولا مريحني، يعني طبيعه الشغل نفسها مريحه جدا. الناس اللي شغاله معاه، خلي بالكم الشغل، اصل الشغل يا جماعه مش بس فلوس او يعني فلوس وخلاص، لا هو طبعا بغض النظر عن هو شغل مستقر جدا، ولكن الشغل اللي يبقى المدير بتاعك انت مرتاح معاه، او السوبرفايزر بتاعك انت مبسوط معاه، الشغل، المكان، البرستيج، الهيئه، الناس بتشتغلوا اصلا في طبيعه الشغل ايه. الشغل ده يهمني برضه نعرف ان الشغل اللي انا شغالاه ده بنعمل ايه، يعني الشغل ده في الاخر حلو ولا غلط، في نسبه حرام، في نسبه، يعني الشغل ايه يعني. فانه يبقى يعني الشغل حاجات كتير قوي، يعني بالنسبه لي انا الشغل حاجات كتير قوي. بيئه ابقى مرتاحه فيها وحاسه بان انا مستقره وحاسه فيها بامان، حاسه فيها ان المديره بتاعتي بتحبني، حاسه فيها ان انا مفيش عنصريه، حاسه ان انا زي غيري، حاسه ان انا في بوتنشال ان انا اكبر في المكان، مش ثابته محلك سر. يعني الحاجات دي كلها تفرق معاك قوي في الشغل. فتقدر تتنقل بعد شويه، لو حابه اشتغل في الاي تي اقدر اشتغل في الاي تي، اقدر اقدم. بس انا عن نفسي مش حابه الاي تي قوي، يعني انا مش حباه قوي. ف ده طبيعه شغلي، وانا كنت والله ناوي اعمل فيديو عنه واتكلم بشكل يعني فضفاض اكتر ازاي اشتغلت، والانترفيو كان شكلها ايه، والاسئله ايه، واترقيت فيه ازاي، ويعني وايه الشروط بتاعته، وايه البنفيتس بشكل اكبر. يعني ممكن اعمل فيديو تاني عنه بشكل مفسر اكتر يعني. ايه ده، انتوا بتكتبوا كومنتات تحت وده انا ما شفتش حاجه، انا كنت قافله حاضر هرد على الخاص، حاضر. طيب بس شوف كده في اسئله تانية ولا ايه؟ بقالنا قد ايه في اللايف؟ حد يقول لنا. حاضر هعمل فيديو عن الانترفيو والله. انا الانترفيو كانت 45 دقيقه، كانوا 3 بيعملوا لي انترفيو، بس الحمد لله انا كنت محضره كويس جدا. يعني اهم حاجه انك تبقي محضره عشان ما تتوتريش، يعني انت اصلا لو بتتكلمي عربي هتتوتري وتبقي مش خايفه، بس ما بالك بقى كمان بتتكلمي مع ال3 مانجرز بتاع ديبارتمنت كبير، يعني مش عارفه اصلا ايه اللي ممكن يسالوه. بس الحمد لله ربنا بيوفق، وربنا ما بيضيعش مجهود حد. لو انت حضرتي واشتغلتي على نفسك وذاكرتي الموضوع كويس ودرستيه وشفتي ايه الاسئله اللي ممكن تنسال لناس في البوزيشن ده، هتلاقي نفسك في شوط كبير من الاسئله على فكره كمان متكرر. يعني ممكن نبذة عن الاكل في امريكا. انا بحس ان الاكل كله مجمد، والمطاعم اللي بتقدم اكل عربي مش زي اللي عندنا. الاكل في امريكا اوحش حاجه في امريكا الاكل، وخصوصا لما تبقى انت جاي من يعني من اكل عربي بتاعنا الجميل، وخصوصا لما تبقى من المنوفيه زي حالاتي، الاكل كله فريش، يعني اكلات فريش وحاجات كده زي الفل والشاورمات والحاجات. بس دي كانت مشكلتي. المحلات العربي هنا اللي بتبيع لحوم حلال، دي ممكن تبقى فكره، يعني ممكن تبقى حاجه تسهل على الناس شويه. انا قاعده في منطقه ما فيهاش مطاعم عربي خالص. تخيلوا انا قاعده في ولايه، في مدينه ما فيهاش مطاعم عربي نهائي، فيها مطاعم حلال بس باكستان، تركي، حاجات كده، بس مفيش مطعم عربي، مفيش. لو في حد نفسه يجي يفتح هنا يقول لنا، عشان خاطر اول واحده هروح اكل عنده. فموضوع الاكل هم فعلا اكلهم هنا مجمدات، ومش احسن حاجه يعني. حتى الاكل الجاهز، الفاست فود وماكدونالدز والحاجات دي مش ما بتبقاش احسن حاجه يعني. بس المحلات العربي بقى تجيب منها لحومك في حلال فريش، ممكن تلاقي كمان عندهم الفراخ الحلال والحاجات دي، فدي محلات عربي بتساعد. واكل الجاهز بقى دي مشكله بقى، يعني لو انت محظوظ وقاعد في وسط محلات عربي زي نيوجيرسي بقى والحتت دي، هي الاكل عربي كتير بقى حواليك، دي بتبقى احلى حاجه بقى، دي ما تحسش انك اتغربت قوي يعني.
طيب هنختم باخر سؤال عشان انتوا ما قلتوليش احنا بقالنا قد ايه في اللايف. محدش قال لي احنا بقالنا قد ايه في اللايف. انا مش عارفه اشوف، بنشوف منين بقالنا قد ايه في اللايف يا شباب؟ طولنا ولا ايه؟ يلا عشان اخدكم في جوله بره، لو بطلت مطره يعني. نص ساعه بس، ماشي. كم المبلغ المسموح لي انا واسرتي وانا داخل امريكا؟ محدش بيسالني وانا مسافره مسموح لك معاكي فلوس. لا، الضابط بيسال. الضابط بيسال في الفيزا السياحه، انما لو انت جاي انت واسرتك هجره متهيألي محدش هيسالك انت معاك كام. ولو حد سالك الا في مصر بقى، لا مش عارفه الموضوع ده، معلش اسال حد، مش عارفه. انا على اللي اعرفه ان انا والدي اتسال وهو داخل، كان جاي لي زياره، الضابط قال له انت معاك فلوس امريكي دولارات؟ قال له لا. بس انا وانا داخله انا وولادي هجره لم شمل، انا محدش سالني انت معاكي فلوس ولا لا. بتسال وانا نازله مصر، وانا داخله بقى مصر. وانا داخله مصر بيسالوني معاكي فلوس؟ اقول لهم لا معيش. برضو بغتت انا كمان، يعني هما بيغتتوا وانا بغتت. في ناس بتقول 10,000 دولار، في ناس بتقول مسموح لك ب 10,000 دولار. في ناس بتقول مسموح لك ب 10,000 دولار. فانا مش في لم الشمل وانا مسافره ما حدش قال لي حاجه. جوزي وهو مسافر هيقول لي ما كانش معايا اصلا فمش فارق معايا. بس طبعا يعني في ناس بيقولوا 10,000. خلونا نختم باخر سؤال. حد بيقول لي طب ثواني يا عبير، انا هقول لك حاجه، انا مش عارفه انت قصدك عقود العمل قصدك يعني. طب استني بعد السؤال ده ويمكن هو ده يجاوب لك على سؤالك. استني بس. ليه بتردي على كله الا انا؟ فين السؤال؟ فين السؤال؟ حط ايدي على السؤال بس. فين السؤال؟ بس ما يبقاش سؤال اسمه مرتبات ايه ومرتبات تمريض ايه والكلام ده. هضطر اقوم اجيب لك اللابتوب واقعد اسرش لك اكيد، عشان انا مش حافظه المرتبات كده يعني كده. يلا نحفظ كل المرتبات اللي في الحياه؟ اكيد لا. خلاص. بتستفزني قوي الاسئله دي. بنزل اجازه. انا بحب الاسئله اللي فيها حاسه الناس عايزه تعرفني في شخصيتي، مش داخلين يعرفوني مصلحه، يسالوني على مش عارف ايه الناس المصلحجيه دي اسماء، انا بنزل اجازتي يا اسماء. انا اخر مره نزلت مصر السنه اللي فاتت في شهر 8. كنت نازله احضر فرح اختي، حضرت الفرح وجيت وما قدرتش اطول في الاجازه. قعدت 3 أسابيع عشان كنت واخده اجازه من شغلي. وافقوا، معرفش وافقوا على الاجازه دي ازاي، لان مش مسموح طبعا باجازه كبيره كده. بس هما بيحبوني يعني فادوني الاجازه. وطبعا خلصت، وكان طبعا ليا اجازات، كان ليا اجازات مدفوعه يعني فاخدتها. احنا بنحبك ونثق في جلال انا بهزر طيب تعالوا اقول لكم السؤال الاخير بقى انا بهزر معاكم. في سؤال اخير بيقول لي بقى ايه. اولا سلمي لي على حمزه، حاسه كيوت حمزه انت كيوت، بردش عليا، كيوت جدا. حبيبتي يا لولو، ربنا يخلي لك ولادك وجوزك يا رب، اللهم امين، يخلي ولادنا كلهم يا رب. ممكن تتكلمي عن الفيزا ال H1B عشان من مميزات وعيوب وكل حاجه. طيب ال H1B السؤال ده اتكرر كتير يعني، برضو في سؤال بصوا بعده. ممكن تكلمينا عن فيزا ال H1B. سلمي لي على حمزه وكلمينا على ال H1B. فالسؤال ال H1B الناس مهتميه تعرف، بما ان اللوتري تقريبا الناس ما يعني. طيب خلوني اقول لكم اللي انا اعرفه عن ال H1B. الفيزا ال H1B دي اللي هي في المطلق كده يعني، اللي هي فيزا العمل المؤقت، فيزا عمل مؤقت في امريكا.
خلاص. طبعا يا جماعه انا مش محاميه هجره ومش محاميه مش متخصصه فيزات ولا الكلام ده، عشان بس الناس ما تحملنيش اكتر من طاقتي يعني. انا ممكن لو هتكلموني عن فيزا الزياره، او ممكن اقول لكم من اول من الالف للياء بتتم ازاي وتتاخد ازاي. انا عملتها لوالدي ووالدتي الحمد لله، اخدوها وعملوا انترفيو وخدوها وخدوا الفيز. اكلمكم عن لم الشمل او اجراءاته، اكلمكم عن الجنسيه، اسئله الجنسيه وخدت الجنسيه ازاي. الحاجات دي ممكن اكلمكم عنها عشان انا عشتها ومريت بيها. لكن حاجه زي الفيزا العمل دي انا هقول لكم المعلومات العامه اللي انا اعرفها عنها عشان انا اعرف عنها حاجات. الH1B هي فيزا عمل مؤقت في امريكا، بتبقى للناس اصحاب الشهادات الجامعيه العاليه او المؤهلات العاليه، زي مثلا الطبيب، المهندس، المبرمج، متخصص تحليل البيانات، داتا اناليسيست سبيشالست، يعني متخصص تحليل البيانات، الحاجات اللي زي دي. ممكن كمان في بعض الناس اللي هم مهندسين ديكور وحاجات زي كده، وممكن برضو مدرسين. بس القصد من الموضوع ايه؟ ان هم ناس يا عندهم شهاده عاليه جدا يا عندهم خبره قويه جدا تعوض الشهاده. خلاص، يعني عندهم حاجه يقدموها للبلد هنا. طيب دي بالنسبه للفيزا الH1B اللي الناس بتسال عليها اصلا ايه الفيزا دي. تمام. شروطها ان انت لازم اولا لازم تبقى عندك شهاده عاليه، زي ما انا قلت لكم شهاده جامعيه عاليه او ما يعادلها من الخبره او ما يوازيها من الخبره. لازم تبقى شركه امريكيه هي اللي عامله لك السبونسر، هي اللي عامله لك الراعي، وهي اللي بتراعي الفيزا دي، هي اللي سبونسر الراعي للفيزا دي. يعني مش انت اللي هتقدم عليها. مفيش حاجه اسمها انا اروح اقدم على فيزا H1B، لا، هتشوف شركه هتوافق انها تعمل لك الكلام ده. طيب الفكره بقى كمان ايه؟ ان الشركه لما الخطوات تمشي ازاي. طب يا نشوى، الخطوات تمشي ان انت تلاقي تقدم على شغل في شركه عندها استعداد تعمل لك تسبونسر الفيزا بتاعتك الH1B. فانت لقيت الشركه ولقيت العقد وتمام وخلاص، متفقين يا جماعه. هيقدموا لك الورق بتاعهم، هيمشوا في الورق، هم اللي بيمشوا في اجراءات الورق. هيمشوا في اجراءات الورق، فبيقدموا ورقك، بتدخل في قرعه. انت بتدخل في لوتري، يعني هم نفسهم بيقدموا لك الاوراق في السفاره او ايا كان، وبتدخل في قرعه، لان هم ليهم عدد فيز محدود للH1B دي كل سنه. ما اعرفش حاجه 80,000 فيزا. فتخيلوا بقى العدد المهول اللي بيقدم. فانت بتدخل في قرعه يعني كمان، لان العقد وهيوافقوا وهتخش في قرعه. طب دخلت في القرعه، نفترض انك اتوافق عليك واتقبلت، تم اختيارك في القرعه. خلاص بتدخل بقى في الانترفيو ومش عارف ايه، وتوافق عليك وخدت التاشيره بالدخول. فيزة العمل دي ب3 سنين. فيزة العمل الامريكا دي الH1B دي ب3 سنين، وممكن تتمد سنه او سنتين كمان. خلاص، ميزتها مزاياها ده بالنسبه لاجراءاتها والطريقه بتاعتها. طيب ايه مزاياها انك بتشتغل قانوني في امريكا، عقد شغل في امريكا، بتشتغل قانوني لمده 3 سنين، وممكن تضم زوجتك وولادك معاك بفيزا اسمها H4. وممكن الشركه لما تلاقيك شخص كويس ومش عايزه تخسرك بعد ال3 سنين، وممكن بعد السنه اللي بيمدوها لك يقدموا لك، يمشوا لك، يرشحوك لجرين كارد ويزقوا الموضوع يعني، فتاخد الجرين كارد والاقامه وتاخد اقامه هنا. فهي ممكن تنتهي باقامه، وبالتالي طبعا تنتهي في الاخر بجنسيه. دي مزاياها. عيوبها ايه؟ عيوبها ان انت محتاج تلاقي اولا شركه تقبل انها تسبونسر الفيزا، وبعد ما تلاقي العقد وتلاقي الشغل هتدخل في قرعه، فيا ترى هتم اختياري اصلا ولا لا. وبعد ما يتم اختيارك ويتوافق عليك، خلاص ودخلت البلد، حلو قوي. انت مربوط، الفيزا مربوطه بالشركه دي. يعني انت لو دخلت البلد وفكرت تسيبهم ولا فكرت تمشي ولا مشوك ولا يحصل اي حاجه، الفيزا مربوطه بالشركه، فتلاقي شركه بسرعه فورا تسبونسر الفيزا او تنقل زي تنقل الفيزا ليها كده، زي تنقل اقامه او حاجه زي كده. يا اما بترجع تاني يرحلوك على بلدك، او تبقى قاعد مش قانوني يعني. بس فهي
قرعه برضو لوتري، يعني احنا ما استفدناش حاجه، بس طبعا انا ما اقدرش اقول لك ما تقدمش وما اقدرش اقول لك ما تسعاش، هي لما بتظبط بتبقى هايله جدا، يعني في طريق فرصه. فالمواقع المضمونه للحاجات دي لينكدين، قدم ودور على الشركات اللي بتقبل تعمل الكلام ده، يعني ممكن تبقى شركات اصلا هي بتقول احنا بنقبل نعمل الكلام ده. ومين عارف يمكن يبقوا عايزينك، بس طبعا تبقى عندك شهاده كويسه، خبره محترمه عشان يوافقوا ياخدوك. وربنا يسهل وتاخد اللي تاخدها وتعمل قرعه وتتقبل وكده. بس دي المعلومات اللي عنها. ايوه very very informative، انا تفاصيل كتير قوي دقيقه. بس بجد يعني هي دي الناس بتسال على موضوع ال H1B، فدي ده اللي انا اعرفه عنها، هي تريكي وصعبه. في بقى اسئله بتجيلي من نوعيه ايه، انا في حد هيجيب لي شغل، هيجيب لي عقد بس عايز فلوس، انا في حد هيجيب لي مش عارف ايه بس طالب مني. يا جماعه الكلام ده نصب يا جماعه، مفيش حاجه اسمها حد بيجيب لحد عقد، وما كانتش شركه كبيره امريكي، شركه امريكي هنا تاني، شركه امريكي هي اللي هتعرض عليك الشغل، وهي اللي هتسبونسر الفيزا. الكلام ده هوكس، ما فيش كده، ما فيش حد اسمها واحد في مكتب، ما فيش في مكتب حد بيقول لي كده في مكتب هيجيب لي عقد الامريكي. هو احنا مسافرين في ايه؟ ما كانش حد غلب، والله ما كان حد غلب، كانت كل الناس جت، فما فيش كده يا جماعه. ما تخليش حد ينصب عليك، ما تخليش حد يضحك عليك، ما حدش ياخد منك فلوس بالدولارات عشان هيسفرك امريكا، مش حقيقي. خلاص بس انا كده خلصت اسئلتي، مش عايزه اطول اللايف عشان ما يبقاش غلس. في حد بيقول لي عندك كام سنه؟ الاسئله المحرجه دي. 33 سنه، خلاص ارتحتوا. 33 سنه. حد بيقول لي والله العظيم يا جماعه انتوا بتهرجوا، ايه رايك؟ مش استنى ما اشيل الاسم عشان من ايه رايك في استراليا؟ اكيد السؤال ده هزار. ايه رايك في استراليا؟ اكيد ده السؤال ده هزار. انا مش فاهمه ايه استراليا مزعلاكوا في ايه؟ استراليا مزعلاكوا في ايه؟ والله نفسي اقول لكم رايي في استراليا. طب ما انا هروح، طب انا عايزه اروح والله. حاضر، لا انا هروح، انا عارفه انا هروح فين المره الجايه ان شاء الله. مسافره بلد عربي بس مش مصر. لو انا في امريكا وعملت انترفيو، العقد بيكون بكام سنه في العموم، ولا على حسب المكان والتثبيت بعد قد ايه؟ العقد ما بيبقاش كام سنه، ما بيتحددش. انت اشتغلتي اهلا وسهلا اشتغلتي، ولكن انا بتكلم برضو على ولايه نيويورك. انا اصل قوانين العمل بتتغير من ولايه للتانيه، فانا اتمنى ان انتوا تبقوا فاهمين ان انا بتكلم على ولايه نيويورك. يعني اتمنى ان الناس ما تعممش كلامي على امريكا كلها، عشان ما احس ما حدش يمسك كلامي يقول لي بصي انت بتقولي كلام غلط وبتقولي كلام مغلوط وبتقولي يعني انا بتكلم عن الولايه اللي انا فيها. خلاص انا لما اشتغلت الشغلانه الاولانيه قعدت معاهم ولا حد جاب لي سيره عقد ولا سنه ولا بتاع، بس في تثبيت. بيبقى في فتره اسمها بروبيشن. البروبيشن تايم بيبقى بعد 6 شهور، في شغلي التاني كان بعد 6 شهور، في شغلي الاولاني كان تقريبا بعد 3 شهور، فبرضه على حسب الشغل وعلى حسب المكان. التثبيت فيه اوقات بعد 3 شهور، وفي شغلي انا الحالي كان التثبيت بعد 6 شهور. البروبيشن تايم بتاعي كان بعد 6 شهور. بعد 6 شهور بتثبتي وشكرا. وخصوصا في الشغل الحكومي بتبقي عامله زي المسمار، استحاله حد يعرف يخرجك الا اذا يعني ارتكبتي مصيبه، يعني او قفشوكي يعني بتسرقي مثلا من الشغل او حاجه. ف لم الشمل يا مروه بياخد وقت. في حالتي انا الكلام ده كان من 5 سنين، اخد 1.5 سنة. دلوقتي الناس بتقول بياخد من 2 ل 2.5 سنين. دي اجراءات لم الشمل للاسف، طبعا ان العدد عمال يكبر والويتنج تايم عمال يكبر. مرحب بالناس اللي عماله تجوين. انتوا جايين تجوينوا بعد ما اللايف خلص ولا ايه؟ حد بيقول لي ايه ما ترجعي مصر.
حد بيقول لي ما ترجعي مصر. بلدك مصر حلوه على فكره، واحسن بلد في الدنيا الامريكا قال. حاضر، انا هسمع الكلام حاضر وهمشي. منوره شبين الكوم، بنوركم يا اهلي وحبايبي. حبيت الفيديو بتاعك بتاع الشغل والبيت وحسيت بيكي، لان احنا كمان حالنا كده. يا ريت اكتر تتكلمي عن الموضوع ده، لان انا بين نارين الشغل وقعده العيال وقعد بالعيال. الناس حبايبي بقى اللي جايين لي من على اليوتيوب، الناس الغاليه والله، الناس اللي بتجيلي من على اليوتيوب دي ناس، والناس اللي بيجوا من هنا برضو يروحوا لي على اليوتيوب، بيبقى لهم معزه خاصه. بحس ان الناس بتسافر لي من ابلكيشن لابلكيشن عشان تشوفني. اليوتيوب عليه حلقات حلوه قوي ولذيذه من واقع الحياه، وفيديوهات ليا يعني في شغلي وفي البيت ومع الولاد، وبتكلم عن المدارس وبتكلم عن الحياه هنا عامه بشكل عام. فاللي حابب يتفرج على حاجه زي كده واقعيه جدا يروح يتفرج، هتعجبه ان شاء الله. وفي حلقه نازله ان شاء الله بكره الحد، الحلقه بتاعت بكره نازله بكره، حلقه عن هحرقها بقى اقولها ولا ايه؟ مش عارفه احرقها يا هدير واقول لهم. لذيذه، هي حلقه كلها الوانات وبهجه، وطول اليوم انا بره البيت، يعني حلقه كده من الفعاليات اللي بتعملها البلد هنا، فهتعجبكم. ما تنسوش تتفرجوا عليها بكره، تنزل بكره ان شاء الله على القناه هناك. اقصى حاجه فيها 2 لو جوزي معاه الجنسيه. 2 اديهم 2 وشويه كده، 2 وكام شهر كده بس، المفروض ما تزيدش عن كده يعني. انا عايزه اروح اليوتيوب، انت لسه ما روحتيش اليوتيوب يا عبير؟ انا هزعل منك. انا بلف من اليوتيوب ليه؟ حبيبتي يا مروه، والله على راسي على راسي، منورين انتوا يا شباب والله. في حلقه في اليوتيوب عن الشوبينج قديمه، لا مش كانتش حلقه، كانت فيديو عادي، بس في فيديو تاني هينزل لذيذ، هينزل برضو على اخر الاسبوع، شوبينج برضو، وكنت لوحدي. شوبينج بقى يعني بقى، بصوا بقى، كان يوم حلو قوي، اخدته اجازه كده وجنان كده، اخدته اجازه وقلت والله ما انا رايحه، وكانت اخر لحظه لاست مينيت ديسيجن، اتصلت عليهم وقلت لهم انا مش جايه النهارده، وكنت محتاجاه بصراحه، كنت محتاجه اليوم ده، واخدته لنفسي كده وانطلقت. فلذيذ، بروح اتفرجوا عليه. استنوا ما نشوف بقى في اسئله تانية ولا ايه. هل لما سافرتي كنت ناويه تشتغلي؟ كنت ناويه تدوري على شغل، ولا البلد هي اللي شجعتك، ولا زوجك اللي شجعك؟ سؤال حلو والله. هل لما سافرت كنت ناويه ادور على شغل؟ هي كانت فكره، يعني فكره مطروحه على الترابيزه كده، ان انا لما اسافر ممكن اشتغل، عارفين اللي هو ايه يعني، ممكن، بس انا اصلا مش عارفه انا هنبسط ولا لا، يعني انا اصلا مش عارفه انا هقول له مع السلامه انا راجعه عند ماما، ولا انا قاعده مطوله معاه هنا. فموضوع الشغل هي كفكره ما فيش، مع زوجي الحمد لله ما كانش عنده مشكله عليها، ولا انا عندي مشكله فيها، كان انا التزم في شغلي يعني، مع اني ما اشتغلتش في مصر قبل كده، بس هي كفكره انا كنت اوبن مايندد جدا ليها. ولكن اتشجعت بصراحه لما جيت هنا، اتشجعت لما جيت البلد هنا. كل اللي اعرفه لقيتهم بيشتغلوا، البنات بتشتغل والستات بتشتغل وكله بيشتغل والناس كلها بتشتغل، والحياه عشان هنا اكتشفت ان الحياه هنا لو الخطط اللي هي بعيده المدى عايزه 2 بيشتغلوا. لو فكرنا نشتري بيت محتاجين دخلين 2، محتاجين نعيش حياه مرتاحه شويه عايزين دخلين 2، يعني اكتشفت انه وخساره ان انا ما اشتغلش. وبعدين بقى اللي شجعني اكتر كمان ان انا محبوسه في البيت، يعني قاعده في البيت طب وبعدين يعني واخرتها ايه؟ هفضل قاعده كده. الولايه اللي انا فيها ما فيهاش عرب، فمش عارفه اتعرف على حد، مش عارفه اروح، مش عارفه يعني مفيش ناس تاكل وقتي، ويلا نخرج ويلا نروح ويلا نيجي. طب وبعدين انا هفضل قاعده في البيت كده؟ فده كان دافع قوي جدا ان انا اشتغل. جوزي الحمد لله كان يعني اشتغلي، يعني ليه لا.
الناس اللي هنا قالوا لي لا اللغه بتاعتك حلوه جدا وشهادتك عدليها ويلا ندور ويلا نشوف. لا كذا حاجه شجعتني بصراحه، كذا عامل شجعني جدا في الموضوع ده. كنت بشوف ايه السكورل ده، سنجاب معدي من قدام البيت. عندي ارنوب هنا عمال ياكل كل الزرع اللي عمال ازرعه، بجد مزعلني منه. ارنوب كيوت خالص، بس هو والمدام وعايشين حياتهم وعمالين ياكلوا في الزرعات بتاعتي. حمزه زرع يا عيني نعناع اتاكل، صحي الصبح ما لقاهوش نفسيته. التعليم الجامعي في امريكا غالي جدا. انا لسه صاحبتي امبارح بتقول لي انت محتاجه تبداي تحوشي من دلوقتي علشان بنتك لما تيجي تدخل الجامعه محتاجه لها فند قوي جدا عشان هتدخل الجامعه. فبقول لها قصدك يعني الجامعات الخاصه ولا الجامعات الحكومي؟ قالت لي لا الاثنين. الجامعات الخاصه طبعا اغلى بس الحكومي كمان غاليه، فابداي حوشي لها من دلوقتي. تعرفوا كده يعني في ناس بتعمل كده، في امريكانز هنا بيعملوا لهم فند، بيبداوا يعملوا لاولادهم فند اكونت يعني حساب في البنك، ويسحب من حسابك كل شهر تلقائي كده على الاكونت ده مثلا منك انت او جوزك او من جوزك او اي حد يعني، زي حصاله كده كل شهر علشان خاطر لما يجي يدخلوا الجامعه نلاقي فلوس نصرفها عليهم يعني. فالتعليم الحكومي هنا، تعليم الجامعات هنا غالي، لسه ما اتحطتش فيه فانا ما عنديش معلومات كتير عنه، بس حاضر اعمل لكم فيديو اسال واشوف ايه الموضوع يعني، وابقى عندي معلومات صحيحه عنه وبالاسعار بكده، ونعمل فيديو طويل عنه. انا عن نفسي عايزه اعرف عن الموضوع عشان عايزه ابدا احضر نفسي. اسيل عندها حفل تخرج الشهر الجاي، حفل تخرج. الكوميونتي كولج كمان غاليه. الكوميونتي كولج انا كنت سالت اول ما جيت على الكوميونتي كولج اللي في ألباني هنا، كنت عايزه ادرس ايه، كنت عايزه ادرس حاجه كانت $3000 في الترم. فمبلغ يعني مبلغ للناس لسه يعني بتقول يا رب يعني، فاهمين ازاي؟ يعني 6000 في السنه، فانت هتحوشهم منين دول يعني؟ التعليم الجامعي في امريكا يستاهل الفلوس. يعني لو هتشتغل في امريكا يبقى هيستاهل الفلوس طبعا. اعملي عليهم ملوخيه يا شيخه حرام عليكي. لا دي ارانب بريه، الارانب البريه ما بتبقاش حلوه يعني. وبعدين انا اصلا ما باكلش الارانب، احب افاجئك اصلا لا بريه ولا جويه ولا حتى بيتوتيه، انا ماليش في الارانب. هاجموني بقى، هاجموني على دي كمان. انا في ولايه نيويورك، احفظوا بقى الله يخليكم. هسيل بنت كنت بقول حاجه ونسيت برضو، شفتوا؟ اسيل عندها حفل تخرج الشهر الجاي، تتخرج من الابتدائي راح الاعدادي. المدارس هنا في امريكا على حسب المدرسه، في مدارس ابتدائي لحد 5 سنين وفي مدارس ابتدائي لحد 6 سنين. اسيل مدرستها 4 سنين، تخيلوا يعني 4 سنين ابتدائي وبعدين تدخل اعدادي من سنه 5. هي في سنه 4 رايحه سنه 5 فهتنقل اعدادي. فعندها حفله تخرج graduation ceremony next month الشهر الجاي. ان شاء الله ناويه اصور لكم منه حاجات حلوه كده، وهي بقى بتتخرج من الابتدائي. يعني علينا رحنا حفله التخرج بتاعه الكليه بالعافيه والله العظيم. انا كمان ما باكلهمش لنفس السبب بس انا مش هقول. الغزلان هنا بتعدي الطريق، لو انت ماشي في طريق طويل كده وفي بقى او على الهاي واي يعني بيعملوا حوادث بشعه وبيبهدلوا العربيه، بيدمر لك العربيه. لو غزال عدى وخبطته بيبهدل لك العربيه فظيعه. وبيجي على النور يا عيني، هو بيبقى في الغابه وانت ماشي بالطريق بالليل بالعربيه وايدي الكشافات. ومشكله الطرق هنا ان مفيش انوار، مفيش عمدان نور زي عندنا كده، تلاقي عمدان نور والحياه حلوه. من الحاجات الغريبه جدا هنا في امريكا ان الطرق الهاي واي ما عليهاش عمدان نور، فتبقى ماشيين بالعربيات كده بس. بيجي الغزال يعني على الاضاءه
ويقوم مخبوط وميت ويبهدل لك العربيه. ولادي بياخدوا دروس قرآن في الاونلاين الحمد لله، وبنكثفها اكتر في الصيف عشان فرق التوقيت. هنا في الدراسه بيخلصوا المدرسه متاخر، فبنكثفها في الصيف. اعملي فيديو عنك تعرفي عن الناس عنك عشان تعرفك اكتر. حاضر، اعمل فيديو والله فكره حلوه، اعمل فيديو عن نفسي ونعمل له بن، يعني نثبته كده ونحطه في اول بتاع كده عشان الناس تبقى عارفاني. اما نشوف في اسئله تانية ولا ايه؟ خلاص كده الاسئله خلصت الحمد لله. في اسئله تانية بس انا مش عايزه شرح، عايزه طاقه. تعالى خدكوا يلا بقى في جوله بره ونختم اللايف. حلو قوي ما ترجعي مصر دي. ايه ده ايه الناس دي؟ عايزه، في حد كتب لي كومنت مش عارفه اقوله ولا ايه او اتكلم فيه ولا ايه، والله عايزه اعمل له فيديو لوحده عشان كومنت خلاني انا نادرا ما يبقى فيه كومنت يستفزني. انا اصلا من النوع اللي ممكن تستفزني عادي وكل حاجه، يعني عادي انا ممكن تستفزني، بس انا صعب تلاقي مني رياكشن، يعني صعب تلاقي مني رد فعل، مش متسرعه في ردود فعلي يعني. بس الكومنت ده خلاني عايزه امسك التليفون كده واصور والله اصور بس هعمل له فيديو والله مخصوص لوحده انزله. كان حد كتب لي كومنت على اليوتيوب كومنت غلس كده، بس مش لازم بقى نقفل اللايف بكومنت غلس، يعني ليه نقفل اللايف بكومنت غلس؟ اوعي ترجعي مصر خالص. حاضر. ما انتي عرفتي نفسك قبل كده؟ عرفت نفسي قبل كده. اصلا ما فيش حاجات كتير عن نفسي اقولها يعني، او انا اكتر من ان انا اعرف نفسي في فيديو. يا شايفين الكلام العميق. تعالوا يلا خدكم بقى عشان نقفل اللايف. لسه مشرفه الحمد لله على السلامه، الحمد لله لسه فاكره. والله يا امنيه بدور على الكومنت بتاعك. انا دكتوره في كليه تربيه رياضيه، ينفع اجي على نفس البوزيشن في امريكا؟ وازاي لو ينفع؟ ازاي دي بقى؟ اسيل كاتبالي اوريهم انت عامله ايه. ماشي حاضر، هاجي اشوف. حاضر. كاتبالي ورقه على يافطه وحاطه بتقولي رساله بس كاتبالي في يافطه. انا دكتوره في كليه تربيه رياضيه، ينفع اجي على نفس البوزيشن؟ ينفع تيجي على نفس البوزيشن لو انت لقيتي عقد عمل، زي ما انا كنت لسه بشرح. عقد العمل H1B، لو لقيتي مكان هنا عنده استعداد ياخدك بالخبره بتاعتك بالاكسبيرينس بتاعتك وبالتخصص بتاعك، وهيعمل لك سبونسر للفيزا وهياخدك ويقدمك في القرعه وتتقبلي. دي طريق. الطريق التاني للهجره انه يعني لم شمل، يعني متجوزه حد امريكي فبيعمل لك لم شمل او اللوتري، يعني يا فيزا عمل يا فيزا لم شمل من خلال لم الشمل، يا لوتري الهجره. انما هو دخول امريكا، الناس هتدخل امريكا ازاي؟ طرق الدخول لامريكا طرق يعني قليله قوي. حتى الفيزا الزياره والفيزا السياحه مش سهله، ليها شروط ورايح على مين وقصه كده. ف يعني هو ينفع تيجي على نفس البوزيشن، يعني ممكن تلاقي نفس البوزيشن بتاعك هنا وكل حاجه، بس ده لو في حد هنا عمل لك سبونسر وخدك، فاهماني ازاي؟ انما لو جيتي لوتري عادي او جايه هجره عادي او جايه كده عادي، هتضطري تبداي الطريق من الاول، تشوفي بقى شهادتك تعدليها عشان هما، وتقدمي الخبره بتاعتك اللي اشتغلتي بيها بره وتعملي عشان تعرفي تاخدي البوزيشن ده. انما لو جايه على شغل على طول ممكن جدا تشتغلي نفس البوزيشن. بس هو دخول امريكا مش سهل، هي دي المشكله. الناس اوقات بتصعب عليا من اسئله من نوعيه انا عايزه اجي امريكا، اجي ازاي؟
قولي لنا نيجي، ساعدينا نيجي امريكا. يعني دخول امريكا من اصعب الحاجات اللي هي محتاجه يا حظ، يا انت محظوظ وجاي معاك لك، يا انت جامد جدا وعارف انت بتعمل ايه ودارس خطواتك وجاي شغل وعرفت تعملها يعني، وميكس برضو بين الحظ وبين الشطاره. ف الشغل ما فيش منه مشكله يا جماعه، الفكره في دخول امريكا نفسها هي دي اللي مشكله. الله يخليكي يا مروه، من ذوقك. مروه بتقولي انت جميله وبتفيدي الناس جدا، ربنا يبارك لك. فميرو بتقول لها انت ليه قلتي كده؟ انا اتكيت على حاجه بس مش عارفه اتكيت على ايه. ربنا معاكم يا رب ويوفقكم. طبعا ليكي انتي. ارجع مصر، انا صعب ان انا ارجع مصر دلوقتي، صعب ان انا ارجع مصر اصلا في المطلق. يعني انا حتى حوار اوقات بيتفتح بيني انا وزوجي، فيقول لي تفتكري يعني ممكن في يوم اللي احنا لينا بيت هناك، يعني لينا بيت ما شاء الله وعاملينه ومجهزينه وكده، بس موضوع صعب يعني، موضوع صعب خصوصا بولادي. يعني ولادي دلوقتي حاسه ان هم بتعليمهم هنا ودراستهم هنا وحياتهم هنا وتأقلمهم على الحياه هنا. حتى تأمينك الصحي بقى هنا. يعني انا ارجع مصر اتعالج في مصر مثلا، لو خلاص انا ربنا يدينا ويديكوا طول العمر وهنطلع مثلا وهنستقر في مصر بعد 10 سنين ولا 20 سنه، برضو علاجنا هنا وتأميننا هنا وحياتنا، يعني فاهمين ازاي؟ ترجع مصر تحس انك بتبدأ من الاول تاني يعني. حبيبتي حبيبتي يا فاطمه، ميرسي والله، كلك ذوق، انتي اللي عسل. حاضر، تعالوا بقى نختم اللايف. عشان ايه؟ كان في حد بيقول لي ورينا الفيو ورينا الفيو، فعشان ما بقاش كذبت وما وريتكوش الفيو وقلت لكم في الاخر هنطلع بده ماشي، يلا مش مشكله. انا ولادي كانوا بيلعبوا، فهتلاقوا الجنينه فيها شويه ده الفيو اللي عمال يقول ورونا الفيو. هنا في بول حمام سباحه بس مقفول عليه دلوقتي، هنفتحه ان شاء الله اخر الشهر. وطبعا هنا حمامات السباحه لازم نقفل عليها بسور علشان خاطر قانوني لازم تبقى قافل عليها، فاحنا قافلين عليها بسور. يعني اصلا هي كانت كده يعني، بس الحمد لله الباك يارد كبيره يعني ومساحتها كويسه، بس لسه عايزه شغل كتير قوي 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 قوي. بصوا حمزه واسيل عاملين ايه، بصوا اللي عاملين ايه. سؤال اخير، الساعه دلوقتي عندك كام؟ الساعه عندي 5 العصر، الساعه عندي 5. شايفين الشمس؟ والله لو قلت لكم ان كانت في رعد وفي برق من بالظبط ساعتين 2 مش هتصدقوني. برق ورعد ومطره قويه جدا. بس خلاص كده اللايف خلص. انا مبسوطه قوي مبسوطه قوي بالشويه اللي قعدتهم معاكم دول. اتمنى يبقى لايف كان خفيف ولطيف وظريف. ان شاء الله نكررها تاني الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده، نشوف. ما تترقوش على مواعيدي. بس خلاص، واشوفكم كده على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي واللايف اللي جاي. باي باي، تصبحوا على خير.